بعض الرجال وبعض النساء. فبعض الرجال ترى هذه ليش انا قاعد اقول كذا؟ ترى كل الكلام اللي اقوله ترى ما اقوله خزعبلات ولا بس عشان تنبسطون وتسمعون سوالف وتروحون تنامون تقول والله فهد القرني ما قص البارح سولف علينا. لا لا لا، ابغى تستفيدوا من هذا الكلام لانه واقع حال وجدتها انا في اغلب الناس، وجدتها في اغلب الناس. احيانا يجي رجال يرقون على ارقيهم انا او اكلمهم عندهم موضوع او زي كذا، بعدين يرجعون يقولون والله يا ابن الحلال انا اقول له يا اخي انت ربما يكون عندك معاناه نفسيه. قال نعم. قلت وش هي؟ قال يا اخي انا متزوج من 10 سنوات او من 5 او من سنه او من 6 شهور او من 9 سنين او من 30 سنه، وكل ما اقدم لهذه المراه كانه لم يكن يتبخر ادراج الرياح. كل ما اقدم لها شيء ما تشوفه. البس واشخص واحلق وقل لحيه وحلقت اللحيه، سويت زلف، سويت سكسوكه، شلت الشنب واللحيه كلها، صرت امرط، ما خليت شيء ما سويته. والله العظيم انها فؤادي وانا فؤادي، لانها تزوجتها بدون قناعه. ليش تتزوجها بدون قناعه؟ لا احد ولا وحده تاخذ واحده الا هي مقتنعه، لا تاخذه بعدين تصلي بشرق تقول ما عجبتني. خلاص ياخذها في احلى سياره ويقول والله العظيم قبل لا تجي تركب عندي عطر احسن نوعيه شاريه ب 23 ريال، يعني خسرت عليها، اخذتها ب 23 ريال من افضل الماركات. يقول اول ما تجي تركب سياره كان عطر ام خليفه ذاك اليوم، يبخبخ في السياره لين يقول بس. وتجي تركب يقول والله ابغاها تقول ريحه الطيب اللي هي ايش فيت عاطسين. قالت يا اخي الله لا يردك ولا يرد عطرك ذا اللي سوالي حساسيه. قال هذا العطر حقك اخذته بغرفه النوم، نفس العطر اللي تتعطرين منه اخذته من غرفه النوم وحطيته في السياره، لاني شفت انك تعطرين منه قلت اكيد تحبينه، عطرت فيه السياره عطستي، تعطرين انت منها في الغرفه وتقولين احيه ما احلاه. العكس كذلك. بعض الرجال مع الاسف شديد سوالها حاله نفسيه، تروح المشغل تكد راسها وتتبهذل وتمحط تمحط الين صارت كل شعر الحاله كانها دبابيس، وتصلح رموش عينها مع انه ما يجوز، تنتف حواجبها وتصبغ وما في شيء ما تسويه، وتحط هنا حمره وهنا مناكير، تحط هنا الحمره هنا حمره وهنا مناكير، وتحط هنا شو اسمه بوديكير، وتحط في جبهتها مناكير، وتحط في راس خشمها ورده، وتحط تسوي خزعه هنا وتحط ذاك الزميم، وتحط في اذنها رموش، وتحط في لحيتها دبوس ونمله، ولا يشوفها ما يشوفها. وركبت رموش، اذا سوت كذا كانها لمبات مازدا من القديمه ذيك، اذا رفعت عينها رموش تطلع فوق تنزل، تسمع صوت الهواء مع الرموش، والرجال ما يشوف. لبست الواسع، لبست الضيق، لبست الطويل، لبست القصير، طلعت ما خلت شيء، وهو كذا يسوي كيوت يتفرج التلفزيون يطالع فيها بعدين تقول له لبست، قال صحيح طيب قول شيء، قول ما شاء الله، قول يا بنت الحلال ايش فيك حلويتي. تراهم يحبون الحريم، يحبون الكلام هذا حتى لو كان مو بصحيح. اي شيء اي شيء قل ما شاء الله ما شاء الله والله ما شاء الله، وارجع تفرج التلفزيون بس ساكت ساكت. تصاب بحالة نفسية، تروح دولة شيخ يقرأ عليها، قال بنت الحلال عندي ما في شيء، قالت انا حزينة، انا عندي اكتئاب، انا عندي ضيق تنفس، انا عندي توسع في الشرايين، انا عندي فرط حركة، انا صرت كني زومبي في البيت. ليش طيب؟ قرأ عليها ما فيها شيء. قال وش وضعكم؟ قالت يا ابن الحلال والله زوجي واحيانا يتلاقطون عند الراقي، احيانا يتلاقطون عند الراقي، يصير بينهم مشكله عند الراقي. تقول والله قال لي والله ما افك بينهم، انتم في وجه الله ما لا تضاربون عندي في المقر، روحوا تضاربون في البيت. المرأة تحب الكلمة الحلوة صراحة، من الأخير أعطيكم إياها كذا من الأخير، الحرمة تحب الكلمة الحلوة. إذا لبست لك قل ما شاء الله، إذا سوت لك صح رز بخاري وذا قل لذيذ، كل واسكت. لو على طول من أول لقمة والله إن بعضهم لسه ما أكل
لسه ما قال بسم الله الرحمن الرحيم يقول شكله مو كويس. قال طيب انت جرب كلك لقمتين وبعدين تفهم. قال ما ادري، انا حسيت يعني احساسك اسرع من لقمتك. كل اول شيء بعدين في شيء مهم جدا اهم من هذا الكلام كله. بعض الناس اذا تزوج سواء من اسرته او من قبيلته او من عشيرته او من قريته او من قريه ثانيه او من عشيره ثانيه او من قبيله اخرى او من دوله اخرى، للاسف الشديد انه يصير في تدخلات خارجيه، احيانا من ام الزوج، واحيانا من خواته، واحيانا من اخوانه، واحيانا من عماته، واحيانا من جداته، واحيانا المهم تكون في عنصر نسائي تقريبا يبدون هم وياها في خصام وفي مشاكل. وبعدين يبدا الزوج مع الاسف الشديد يسمع لدي ويسمع لدي ويسمع لدي. هذا خطا، اكبر خطا. لا تسمع لاحد ابدا، اسمع من الطرفين، كل واحد منهم على جنب، كل واحد منهم على حده عشان تعرف وش انت عليه. الشيء الثاني حط خط فاصل دائما اذا وجدت انه في مشاكل بتكبر، يعني في مشكله بتحدث في البيت ما بين الزوج وبين خواتك وبين اهلك وكذا، والله المشكله بتتشعب وتطلع اكثر مما احنا نبي، لا اوقف كل واحد منهم على حده، اسكت كل واحد من الحاله في بيته، ابدا احط نقاط حقيقيه ما يتجاوزونها كلهم. لان الزوجه هذه اللي انت تزوجتها هذه زوجه لك انت، هذه مي زوجة امك ولا زوجة ابوك ولا زوجة خالتك ولا زوجة خواتك. افرض عندك 16 اخت، كل واحدة منهم تأمر بأمر، عندك 16 اخت وكل واحدة منهم تأمر زوجتك بأمر، وعندك ام تأمرها، وعندك اب يأمر، وعندك اخوان يأمرون. اذا الزوجة هذه البنت هذه اللي جت من بيت ابوها تزوجت 25 انسان، تزوجت 25 انسان، تصالي من وتخلي من، تقنع من وترضي من. لابد يطلع فيها العدد الكبير هذا اللي معهم في البيت 2 أو 3 ما يحبونها ويسيئون لها الفهم ويبدون يعبون راسك، وانت رجل طيب ورجل قد تسمع، وهذا اكبر خطا. هذا اكبر خطا. لا تسمع ابدا لاحد، لا هنا ولا هنا، لا تسمع من زوجتك على اهلك ولا تسمع العكس صحيح. خلك بين ذلك قواما، اقف وقفه صحيحه حقيقيه ثم افصل بين هؤلاء. لان الزوجه هذه زوجتك انت، ما هي بزوجة اهلك. هذا الواقع. لانك انت نفسك شخصيا لو عندك اخت ما ترضى تزوجها قبيله ولا تزوجها اسره كامله، يعني لو سالك احد قالوا زوجت اختك، قلت له نعم، قالوا على من؟ بتقول على فلان الفلاني، ولد اسمه فلان بن فلان الفلاني من الاسره الفلانيه. اذا انت زوجتها واحد. ما تحداك تقول زوجتها 17 اخت وام واب وستها انساب وقريه كامله كلهم يتحكموا فيها. اذا تحكموا كل الاسره في البنت هذه ترى بيصدر منها اخطاء كثير، تراها بتعتدي، ممكن تؤذي امك، ممكن تؤذي اختك، ممكن تؤذي ابوك. ليش؟ لان اصبح عليها ضغوطات كثيره جدا من الاسره، اسره كامله قاعدين يشدون يحطون في ظهر البنت هذه. لابد انه يجي يوم من الايام تنفعل وتسب او تقول شيء او تزعل من شيء، وبعدين انت تعكس عليها تصير عكسه، تصير حلوه عكسه، تصير انتكاسه عكسيه على البنت هذه اللي ما لها ذنب اصلا. طيب وش الحل؟ وش الحل؟ قبل لا تتزوج قل لامك وابوك وخواتك، قل شوفوا انا بروح اتزوج وبجيب بنت الناس عندي في البيت، الله يرضى عليكم ويرحم والديكم، عشان انا وياكم ما يصير بيننا خلاف ولا يصير بينكم بين زوجتي خلاف، عشان تكونوا كويسين، كل احد منكم ماسك حده وكل احد عايش حياته. لا تتدخلون لا بصغيره ولا بكبيره ابدا. لو تشوفوني انا وياها نسقي بعضنا العلقم، تجيب لي كاس كله علقم مر وتسقيني اياه، مالكم شغل، خلها تسقيني. ولو انا اطق الليل ونهار مالكم شغل، خلاص هذه زوجتي، انا وياها نحل مشاكلنا بنفسنا، لا احد يتدخل. هذا اذا في مشاكل، مع العلم انه مع الاسف اصلا ما في مشاكل الا يزرعون الاهل، بعض الاهل، ما بكل انا ترى ما اعمم، التعميم لغه الجهلاء، بعضهم يخلق مشاكل الا يطلع البنت هذه غلطانه وتبدا نقاشات، بعدين تصاب بحاله نفسيه، تصاب بمرض، بهلع، بمشاكل. بعضهم يصير عندها سمنه مفرطه، خلاص تصير 24 ساعه مقابله المطبخ عشان تفضفض لنفسها، تلف الكشنه وتقول حسبي الله على فلانه، حسبي الله على خالتي، الله لا يوفق بنت خالتي، وتطبخ وتاكل مكرونه وتاكل رز وإدامات
وش اسمه ذاك تنبياكي، وتفرط في السمنه، تفرط في السمنه، تفرط في السمنه. كل ما يجي من الدوام يلقاها في المطبخ، تفضفض للمواعين، وتفضفض للهمبرجر، وتفضفض احب المكرونه يا عبير الورد، انا حر. قولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حصنتكم بلا اله الا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والارض وما بينهما ورب العرش الكريم. استودعت فيكم الله الذي لا تضيع ودائعه انه خير الحافظين.